السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة، حلقة بعنوان وفتو فرادس لينا حكايات. رادس أو ملعب حماد العقربي، ملعب بشرة خير للأهلي، وإحنا كلنا كأهلاوية بنتفائل بيه. يكفي إنك تعرف إن إحنا الأهلي لعب 12 مباراة في رادس، كسب 6 منهم، يعني نص المباريات الأهلي كسبهم مقابل 4 فوز للترجي وهدفين ومباراتين بالتعادل. آم، ملعب بقى بشرة خير، واحنا كلنا كأهلاوية بنتفائل بيه وبنحبه، يعني انا اتمنى ان هو يكون ملعب الاهلي الرسمي، الاهلي يروح يلعب هناك في رادس على طول. مباراة طبعا كانت مهمة جدا. الاهلي وضع قدما في النهائي بعد الفوز 3-0 على الترجي. مباراة طبعا الاهلي ابتدى بيها زي كان خطة الاجمل لمارسيل كولر 4-3-3، الخطة اللي انا شخصيا بحب 4-3-3. يعني يمكن حتى كنت بتكلم مع ابني في الحكايه قريب قبل الماتش، كنت بقول له ان 4-3-3 لو تفتكر انا لما بلعب بلاي ستيشن بلعب 4-3-3، انا بحب خطه 4-3-3 يعني. خطه رائعه، يعني بتبقى شاغل معظم مساحات الملعب. الاهلي قدر يتفوق النهارده زي ما قلنا 3-0. الاهلي بدأ اللقاء بالشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم ومعلول، قدامهم ثلاثة ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، وقدام بيرستاو وكهربا والشحات. المباراة طبعا زي ما احنا عارفين بعد الشغب اللي عمله جمهور تونس في مباراة شبيبة القبائل، كانت مباراة أقيمت بدون جماهير، وده كان عامل سلبي للترجي طبعا، انهم بيعتمدوا على جماهيرهم بشكل كبير جدا، وعارفين جماهير الترجي ازاي جماهير شرسة، يعني جماهير زي جماهير الرجاء كده وجماهير الوداد برضو. فطبعا عدم وجودهم أثر على الترجي، إصابات كتيرة في الترجي. الأهلي الحمد لله قدر يستغل ده، يعني سواء عدم وجود الجمهور أو الإصابات اللي كانت أبرزها معز بن شريفية، اللي هو اساسا مش احسن حال، يعني هو حارس متواضع لحد كبير يعني. لكنه كمان ما كانش موجود، فتتخيل الاحتياطي بتاعه اللي هو دبشي كان يعني كان كارثه النهارده بصراحه. ايضا حمدو الهوني اللي اصيب آه، تقريبا من دوري المجموعات او من دور الثمانيه، اصيب من بدري. حمدو الهوني ما كان غايب، بالاضافه للشعلالي طبعا غاب عن المباراة، فكان نقص كتير جدا، وكان المفروض ايضا كان يبقى في غياب لمرياح، لان مرياح زي ما احنا عارفين كان في اخر مباراة ليهم لما لعبوا الافريقي الديربي بتاع تونس العاصمة، كان ضرب الحكم الموريتاني، مش فاكر اسمه ابو او حاجه كده، اللي هو كان حكم ماتش الاهلي والمريخ، الاهلي والهلال هنا. كان ضربه بالقلم، فالحكم قال كده، قال لك ان هو صفعني بالقلم، فكان طبعا يعني، او مش طبعا، هو اكيد هيتوقف مش اقل من سنه يعني. لكن الاتحاد الافريقي ما وقفوش حتى الان، او ما ناقشش التقرير بتاع الحكم. اعتقد هيكون غايب في المباراه القادمه نسيم مرياح، يعني خصوصا ان كده حد كبير الترجي بره البطوله. الاهلي زي ما قلنا استغل الصعوبات اللي بيمر بيها الترجي، اللي اساسا من غير النقص هو عنده صعوبات تتمثل زي ما احنا شفنا في الدوري. هو فارق 7 نقط اقل من النجم الساحلي الاول على الدوري حاليا، وبنسبه كبيره جدا مش موجود، يعني غالبا مش هيكون موجود كمان في دوري الابطال السنه الجايه، حاله حال الزمالك في مصر. بالاضافه لان يمكن يعني الكلام ده انا قلته من وقت المجموعات، ان الترجي فريق متواضع جدا يعني، لكن هو حظه انه كان واقع مع الزمالك يعني. فاحنا زي احنا شفنا شباب بلوزداد اتغلب، او شباب بلوزداد اتغلب 4 على ارضه من صن داونز كسبوا 4، كسبوا رايح جاي 4-1 و2-1. النهارده الاهلي بيكسب الترجي هناك 3-0، حتى ان كان في نقص، لكنه اساسا حتى لو كان في لعيبه، يعني هو الترجي حاله مش في احسن حال، فيكفي ان الفرقه كلها ما اعتقدش ان فيها غير محمد علي بن رمضان، ده اللعيب الوحيد. الاهلي زي ما قلنا كده وضع قدما في النهائي بالثلاث اهداف اللي سجلهم بيرستاو، الهدف الاول في اول 5 دقائق، وفي بدايه الشوط الثاني برضه في الدقيقه 5 او حاجه كده من الشوط الثاني، او 10 تقريبا، بيرستاو احرز الهدف الثاني، وهدف رائع يعني، بغلطه كبيره جدا من توجاي، اللي هو كان بيلم الكره من اليمين، يمكن نفس الشكل، يعني الجول الاولاني لم الكره
كرة كهربا لعبها لتاو، عدت من حمدي فتحي، فتاو لم وشاط. شاط كانت في نص الجون، عدت من تحت رجل الجون دبشي زي ما قلنا، كان سيء يعني. في الشوط الثاني كرة برضو اتلعبت في اليمين لبيرسي تاو، رقص ولم توجاي وحاول يباصي او يشوط، ما لقاش حد فلم تاني. في مفاجأة توجاي راح فجأة سايبه وراجع ورا، خاف احسن يباصي لحد، فلقى نفسه فاضي فراح فاكنها بسهولة في الجون يعني. غلطة كبيرة من توجاي. والهدف الثالث كرة من حسين الشحات، اتلعبت يعني حسين الشحات دخل ال 18 ولعبها بالعرض، كهربا اللي دخل احرز الهدف الثالث. ده الثلاثيه بتاعت الاهلي. طبعا ان شاء الله كده الاهلي زي ما بنقول هيبقى في النهائي باذن الله للعام الرابع على التوالي، بعد ما اول نهائي كان ضد الزمالك والقضيه ممكن، تاني نهائي كان كايزر تشيفز، وتالت نهائي النهائي اللي فات بتاع وليد العطار اللي خب الجواب ضد الوداد. وده اللي ان شاء الله هيبقى النهائي الرابع، هيقابل حد من الوداد او صن داونز. طبعا في حاله لو صن داونز وصل فكده يبقى صن داونز ضمن مشاركه في كاس العالم، باعتبار ان الاهلي شارك قبل كده. ولو الوداد وصل هيبقى مش عارف، غالبا هيبقى الكايزر تشيفز او غالبا هيبقى كايزر تشيفز اللي هيشارك يعني، اعتقد ما اعرفش هيعملوا ايه. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. يمكن في حاجه تانية، ان في الفتره اللي فاتت دي انتشرت اخبار عن عن لعيبه الاهلي اللي هم هيمشوا عقود جايه لهم، عقود احتراف. طبعا ده طبيعي جدا بالنسبه للاهلي الايام دي بالتفوق الرائع للعيبه بتاعته والحاله اللي واصلين ليها، فطبيعي ان يكون في عروض كتيره. وطبيعي ما دام في عروض فهيبقى دايما العروض موجوده لديانج، كل سنه بتبقى موجوده. والجديد النهارده عرض حمدي فتحي، اللي فيه كلام عن انه عرض من احد انديه الدوري القطري بمبلغ كبير. عن رأيي أنا الشخصي يعني، يمكن بعكس الناس كلهم، الناس بيقولوا إن لا إحنا لازم ما نسيبش لعيبتنا، ويمكن ده توجه للنادي الأهلي يعني. إحنا نادي مش ما بيهدفش الربح، إحنا عايزين نقوي فريقنا. لكن على العكس في الحكاية دي، إن أنا بشوف إن أنت لازم تجدد دمك دايما، زي ما أنا كنت دايما بقول إن لازم المدرب يعمل روتيشن في اللعيبة نفسهم. وده كنت ناس كتير بتختلف معايا، بيقول لك إن مفيش فريق مستواه بيثبت وانت بتعمل روتيشن كبير، وده الحمد لله اثبته كولر السنه دي بالروتيشن اللي عمله، وازاي ان كل الفرق او كل اللعيبه بنفس المستوى، والنجم هو النجم هو الفريق، مش اي لعيب. اي 11 بينزلوا بيطبقوا بنفس الشكل وما بتحسش باي غياب. نفس الامر بالنسبه لبيع اللعيبه. اذا كان في فرصه ان انت تبيع لعيبه بمبلغ كبير زي ما كان مثلا قبل كده، كان لو فاكرين ازارو متعرض عليه 10 مليون واحنا رفضنا، بعد كده بعناه مش بأقل من مليون تقريبا حاجه كده. الفتره دي كان قال لك مش هنبيعه لانه لو راح الصين هيرجع على بيراميدز، ويمكن ده غالبا كان هيحصل، لانه حصل فعليا مع عبد الله السعيد. لكن في الاخر حتى لو كان راح بيراميدز مباشره، 10 مليون مبلغ كبير، فكنت ممكن تجيب حد اكتر منه يعني. ده نفس القصه في رايي في حمدي فتحي. حمدي فتحي هو لاعب صعب ان انت تلاقي لاعب زيه مصري، لكن ايه المشكله يعني لو ده رايي يعني. طبعا اكيد شركه كوره عارفه اكتر مني، ومجلس الاداره هيكونوا عارفين النادي اكتر مني. لكن في رايي انا، اللي انت ايه المشكله لما تبيع ديانج وتبيع حمدي فتحي؟ هتخسر اتنين كبار يعني، اتنين لعيبه كبار في النص ومهمين جدا. لكن بالفلوس دي لو مبلغ كبير يعني، نقول هيتخطى ال10 مليون بالنسبه للاثنين، اقل تقدير يعني. فانت تقدر بالفلوس دي ان انت ترجع ندفيد تاني اللي هو بتاعك ده وسط، وتقدر تجيب امام عاشور ايضا. والاهم ان انت تقدر تجيبه، ان انت تجيب محمد علي بن رمضان من الترجي. اعتقد انت كده هتبقى انت قدرت تنزل بالسن، لان حمدي اكبر من رمضان والمجموعه يمكن اللي قلناهم دول في النص. فانت هيبقى عندك كده في النص، هيبقى عندك ندفيد، وعندك مروان، وعندك محمد علي بن رمضان، وعندك القندوسي، بالاضافه ان انت ممكن امام عاشور، بس امام عاشور هيبقى افضل من يلعب طرف يعني. وممكن اكرم كمان يخش في النص يعني. ده رايي يعني. عموما اعتقد ده كان اهم ما في الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.